إن لله وإنا إليه راجعون. اول حاجه غادي نقولوا الله يرحم هذا الشاب، هذا الولد، هذا الدري هذا. الإخوان اللي شاف هذا الفيديو يترحم على هذا الشاب هذا، الله يرحمه. الإخوان توفى النهار ديال المقابلة ديال المنتخب المغربي والكاميرون، وسبب الوفاة الإخوان أنا راني كنت حاضر في عين المكان ولقيت السيد طايح في حالة حرجة، وتعطلت الأمبيلونس باش توصل له لأنه كان زحام في السونتر فيل في مدينة فاس باش توصل له. دخلوا الإخوان هزوه، راني كنت حاضر في عين المكان الإخوان. السبب هو التهور. الإخوان المنتخب ربح، خرج يحتفل هو والصديق ديالو على دراجه ناريه، وراكم كتعرفوا الاخوان النهار ديال الاحتفال باش كيربح المنتخب راه كيديروا كارثه. الصراحه هو ديك النهار اللي كيكون الاحتفال ديال الماتش كيكون داك الشيء اللي هو غريب ومجهد، وانا واحد ضحايا ديال الاحتفالات. فاش كنا ربحنا من قبل كان وقع لي مشكل، بلا ما ندخل في التفاصيل كان وقع لي مشكل ديال الكريساج، وراه كنت عاودت لكم هنا في الصفحه باش ما نخرجوا على الموضوع، نكملوا باش نفهموا شنو وقع ونشوفوا شنو بغى يوصل لنا هذا الاخ هذا المبروكي من خلال هذا الفيديو للتوعيه. انا ماشي، شوف، كنا وطنيين وكنا مغاربه وكنا كنفرحوا وكنا كننشطوا، ولكن بطريقه زوينه الخوت. هذه رساله لصحاب الدراجات الناريه، الله يجزيكم بالخير، راكم كتضيعوا حياتكم وكتعذبوا معكم والديكم. شنو يربح دابا هذا السيد هذا مسكين الله يرحمه، هذا الشاب اللي ضيع حياته ومحن والديه. شوف هو راه مكتاب له غادي يموت، الله يرحمه مسكين في هذا النهار. حنا غير كنوضحوا صافي، هذه رساله للشباب وصافي. ما لقاوش كيفاش يدخلوا له باش يهزوه، يعني السيد كان طايح وتعطلوا عليه، واللحظه اللي دخلوا عنده دخلوا على رجليهم، سطلاو امبيلونس بعيده ودخلوا مساكن هذوك ديال الوقايه المدنيه، دخلوا كيجريو وهزوه وخرجوه. ولكن الاخوان بعد انا ما بارطاجيت الفيديو ديال اللحظه اللي كانوا كيهزوه، قلت واحد السيد تصاب ولا سقط بالدراجه ناريه وراه حالته حرجه، حتى كنتفاجئ في التعاليق كيدخلوا كيقولوا لي الشاب راه مات. وانا راني كنت كذبت هذوك الناس اللي دخلوا داروا لي التعاليق وقالوا لي راه مات، ولكن خبر جاني من عند الناس اللي قرابين ليه وعائلته، قالوا لي خويا مبروكي راه توفى وراه الوالدين ديالو غادي يحماقوا عليه. الخوت راه كاملين مغاربه وكاملين وطنيين وكنا كنحتفلوا، ولكن الله يجزيكم بالخير لا للتهور، ما تهوروش الاخوان. راني شفت هذوك الدراجات الناريه كي كانوا كيديروا في هذاك الاحتفال، راه يلا يستر وصافي، راه كيدوزوا لنا دراري صغار، كاين اللي هاز مرت وصاحبي موتور، هاز مرتو وثلاثه د الاولاد على موتور وغادي كيحتفلوا مكسيري، ونديروا انت كاع غادي غير بشويه يجي شي واحد متهور يضربك انت وليداتك يقتلك. هي الصراحه كيكون التهور بزاف من الطوموبيلات، من الدراجات الناريه، من اللي على الرجيل، يعني كيكون واحد التهور اللي هو كبير. ديك الشيء علاش الانسان يحاول بحال هاد المناسبات انه يرد البال ويخدم عقله ويعرف شنو كيدير. كما قال الاخ مبروكي، حنا وطنيين ولكن نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع هاد المواقف او هاد التظاهرات هذه باش ما يكونوش ضحايا بحال كما كان ضحيه هاد الولد هذا. الله يجازيكم بالخير الاخوان، حاولوا تحتفلوا بواحد الطريقه اللي زوينه. راه الاحتفال كامل الناس كتمشي على رجليها في ماشي في الشانطي، كتخرج للبلاصه اللي ديال الراجلين وكيمشيو ومحتفلين ناشطين عادي. علاش هذيك الفتنه، علاش هذيك الروينه الاخوان؟ ها هو دابا مات مسكين، يلا ها هو طاح للدراجه ناريه مات. شنو يربح المنتخب؟ ربح، وانت شنو ربحتي يا خويا؟ شنو ربحتي؟ ضيعتي حياتك، ضيعتي شبابك، وفقستي والديك مساكن راهم معذبين عليك. المهم الاخوان، هذا الفيديو هذا درته فقط باش نوصلوا الميساج ونترحموا على هذا الشاب، واللي شاف هذا الفيديو يدعي له بالرحمه والمغفره. وكاملين راه حنا مغاربه وكنا كنبغيو الوطن ديالنا وكنبغيو البلاد ديالنا وكنبغيو المنتخب ديالنا. الصراحه غادي يكون الله هو اللي عالم بهم، الوالدين ديالو حتى الاصدقاء ديالو سواء اللي كانوا معاه او اللي كيعرفوه غادي يكونوا تفقسوا عليه، رغم حيت راه كيبان الدري راه هو مازال صغير، يعني مازال كما كنقولوا في ريعان الشباب ديالو. الله يرحمه ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا الفيديو راه حبا في هذوك الشباب الاخوان، بصحتكم احتفلوا ونشطوا، ولكن بطريقه زوينه الخوت، لا للتهور. خير الكلام ما قل ودل، كما قال الاخ. نحتفلوا بطريقه اللي هي زوينه، وكما كتشوفوا راه غدا الاربع كاين الماتش ديال المغرب ونيجيريا. ان شاء الله كنتمنوا الفوز للمنتخب الوطني المغربي، وان شاء الله منين نربحوا نخرجوا نحتفلوا، ولكن كما كنقولوا بلا تهور، لا اللي على رجليهم ولا اللي بالسيارات ولا اللي بالدراجات الناريه. وهذا ما كان. الله يرحمه ولا يصبر العائله ديالو، تعازينا الحاره العائله ديالو الوالدين ديالو بالخصوص. كان معكم خوكم ولد الغزال، والسلام عليكم.